اليوم باش نحكي لكم على قط القلم. قط القلم هي الطريقة اللي نقص بها القصبة باش تكون جاهزة للخط العربي. بين ظفرين العملية هذه مش بالضرورة واجب أنكم الكلكم تعلموها، ممكن تشتروا قصبة حاضرة، لكن نعرف اللي فما ناس يحبوا تكون القصبة نتاعهم هم اللي عاملينها بيدهم، كيك علاقتهم بها تكون أكثر حميمية. العملية تتطلب قطعة خشب كي من هذه تقريبا، وآلة حادة لقص القصبة كي من هذه. به ننصحكم أنكم تجربوا المرة الأولى على جزء من القصبة، مش قصبة كاملة باش تكون أسهل. حتى الكتابة ممكن تكون بالقصبة هذه. به ناخذ القصبة هذه نجيو للجزء الأعلى تقريبا 3 أو 4 سنتيمتر، ونحاولوا نقصوا من سمك القصبة. ثم باش نجي نعمل قوس من اليمين وقوس من اليسار. قوس من اليمين قوس من اليسار. نعاود نقص من سمك القصبة لين نخليها تقريبا أقل من نصف مليمتر يعني. به توا باش نجي في الوسط وباش نشق القصبة بالطول. هذاك باش يكون المكان اللي نخزن فيه الحبر. لما نحط القصبة في المحبرة هيك الشق اللي في الوسط هذاك باش يخزن الحبر، باش يخليني بإمكاني أني نكتب بعدين. وهذه أهم مرحلة تقريبا، باش نقص بزاوية نتاع 60 درجة تقريبا. جل الخطوط العربية تكتب بقصبة مقصوصة ب60 درجة تقريبا، إلا نوع واحد اللي هو خط الثلث اللي الزاوية نتاعو تكون 30 درجة فقط، لكن جلهم 60 درجة. ونجي على الخشبة، وعملية القص أو القط لازمها تكون في حركة واحدة. بعدين ممكن استعمال هذا الورق حتى نخليها تكون سوية أكثر، وهكا تصير القصبة نتاعنا جاهزة للاستعمال.